مساء الجمال على كل مشاهدين قناة النهار، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المعمارجي. بنبدأ حلقتنا النهاردة بفقرة المعمارجي حول العالم. لسه مكملين معاكم جولتنا النهاردة في نيويورك، وهناخدكم في رحلة سريعة لواحد من اشهر واحلى مباني نيويورك اللي قدر بسبب تصميمه العبقري ان يكسب 3 جوائز من اكبر الجوائز في المعمار في امريكا، وهو مبنى فيا 57 ويست. وده تحفه معماريه من مكتب بيج اللي قدر يعمل تناغم بين المعمار الاوروبي والامريكي. فتعالوا بقى نشوف مع بعض حكايته ونرجع نكمل باقي فقراتنا النهارده. دلوقتي احنا وصلنا معاكم قدام اقوى المباني اللي ظهرت في نيويورك خلال ال10 سنين اللي فاتوا. ما يعتبرش برج عادي او مبنى سكني كلاسيكي، لكنه عباره عن كتله زجاجيه شبه باقي ابراج منهاتن. احنا قصاد فيا 57 ويست، المبنى اللي قلب قواعد التصميم وغير مشهد ناطحات السحاب من اول يوم اتبنى فيه، واللي بيجمع في شكل واحد ما بين العماره الاوروبيه الراقيه والارتفاعات الامريكيه العملاقه، عشان يعمل نوع جديد من المباني اللي بيسموه كورت سكيبر، اللي هو بيجمع بين الكورت يارد والسكاي سكريبر. فكره محدش قدر يطبقها بالذكاء ده غير بيج مكتب بيارك انجلز. فكرته بدات بكتله مستطيله بسيطه جدا، ومع دراسه الشمس والرياح ومحاور الحركه بداوا بعد كده يعملوا تفريغ في قلب الكتله عشان يخلقوا فناء داخلي كبير زي اللي بنشوفه في اوروبا. وبعدها رفعوا ركن واحد اللي هو الركن الشمالي الشرقي لارتفاع 142 متر، وخلوا باقي الزوايا تكون اقصر. وده عمل حركه سلسه في حجم المبنى وسمح للشمس تدخل جوه المبنى بطريقه شيك جدا، والنتيجه ان المبنى من بعيد شكله هرم. الكورت بتاعه بمساحه 22,000 قدم مربع، معمول على نسب تصميم مستوحاه من السنترال بارك واللي اشتغل عليها مكتب ستار وايت هاوس. مزروع فيه 80 شجره و47 نوع نباتي. والجميل ان الفناء ده نص خاص ونص ظاهر، وانت ماشي بره على الواجهه البحريه هتحس انك شايف جوه المبنى، شايف حياه كامله بتدور جواه. وده جزء من فكره بيج اللي دايما بتحاول تكسر الحاجز بين الداخل والخارج. المبنى فيه 709 شقه ومساحته حوالي 1,000,000 قدم مربع، والبناء فيه بدأ سنة 2011 وتم افتتاحه رسميا في مايو 2016. ولو دخلت جوه المبنى نفسه هتلاقي ان طابع التصميم الداخلي اسمه سكاندي ميريكان، خليط بين بساطة المواد الاسكندنافية وخشبية كوبنهاجن وبين خامات نيويورك الصلبة. مساحات فيها قطع أساس معمولة مخصوص للمبنى، زي كرسي فيا 57 من فريدز هانسن، زي ما يكون شكل المبنى نفسه مترجم لأساس. كمان هتلاقي البلكونات المايلة اللي بقت علامة خاصة ببيج، بلكونات بزاويه 45 درجه تسمح بدخول الضوء وتكسر صلابه الشكل الهندسي. فيا 57 ويست ده مش بس مبنى، ده تجربه عمرانيه وتصميم مبهر قدر يحول حي كان لفتره طويله واحد من اكتر الاماكن القديمه اللي ما فيهاش روح في وسط ميد تاون لمكان فيه روح وسياحه بشكل كبير جدا. ومن هنا نكون خلصنا جولتنا قدام واحد من اكتر المشاريع المبتكره والجريئه، واللي قدر يحط لنيويورك شكل جديد في التاريخ المعماري الحديث. ورجعنا لكم من الفاصل ونبدا معاكم بقى فقرتنا الثانيه، وهي معلومه من المعماري. معلومتنا النهارده هنتكلم فيها عن عنصر مهم جدا جوه كل بيت وكل حد فينا بيدور عليه، وخصوصا في ايام الشتاء والبرد اللي عايشين فيها دلوقتي. والعنصر ده هو عنصر التدفئه. بس السؤال المهم دلوقتي، ازاي الموضوع ده بدأ؟ وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. من اول لحظه الانسان قرر يعيش فيها في مكان ثابت، كان التحدي الاكبر بالنسبه له هو البرد. وفي البدايه كانت الوسيله الوحيده للتدفئه هي النار، كحل بدائي بس مباشر وفعال جدا. ومع الوقت الإنسان بدأ يفكر بعقل معماري قبل ما يعرف يعني إيه عمارة. في الصين وكوريا مثلا من أكتر من 1000 سنة قبل الميلاد ظهر عندهم نظام الأوندل، فكرة عبقرية مبنية على إن الأرض نفسها تتحول لسطح دافي، وده عن طريق صندوق نار بيكون محطوط بره البيت بيخلي الحرارة تمشي تحت الأرض، فبتخلق دفء متوازن في البيت كله. وهنا التدفئة ما كانتش جهاز بس، كانت جزء من تكوين البيت نفسه. والفكرة دي وصلت لأعلى درجاتها في روما القديمة مع نظام الهيبوكوست. وكان المعماريين الرومانيين بيصمموا المبنى كله عشان يخدم حركة الحرارة عن طريق أرضيات مرفوعة تحتها فراغات، وبتتكون من أفران خارجية وأنابيب جوه الحيطة، فالهواء السخن بيتحرك فيها ويسخن البلاط والحجر ويوزع الحرارة من غير نار مباشرة. وده كان أول شكل حقيقي للتدفئة المركزية نعرفه بشكل معماري مخطط له صح. ومع نهاية العصر الروماني الأنظمة دي كانت اختفت، ورجع الإنسان للمدافئ الحجرية والنار التقليدية اللي بتتولع جوه الحيطة كحلول أبسط لكن مش عملية، لأن وجود نار حقيقية بتولع في الخشب جوه البيت دي كانت حاجة خطر جدا، وخصوصا في البيوت اللي أصلا مبنية من الخشب. غير إنها ما كانتش فعالة، الدفء بيبقى موجود في مكان واحد وباقي البيت بيعاني من البرد. واستمر الحال على كده لقرون طويلة لحد ما جه القرن ال18 وجت معاه انطلاقة الثورة الصناعية اللي غيرت شكل الحياة بالكامل.
بعدها حصلت نقله كبيره جدا لما ظهر المخترع والمهندس الميكانيكي الاسكتلندي جيمس وات، اللي غير شكل الصناعه باختراعه للمحرك البخاري. لكنه ما وقفش عند المصانع بس، نقل نفس الفكره للبيوت عن طريق الغلايه المركزيه اللي بتشتغل بالبخار او المياه السخنه، وبيتركب لها شبكه انابيب ونظم حديثه لتوزيع الحراره. وساعتها كان لاول مره بيكون الدفا ليه نظام مدروس ومحسوب، مش مجرد نار وخلاص. وسنه 1919 جت المهندسه والمخترعه الامريكيه أليس باركر، قدمت تصور سابق لعصره في نظام التدفئه المركزيه يكون شغال بالغاز الطبيعي، قادر يوزع الحراره بشكل متساوي في كل اركان البيت. ودي كانت خطوه جريئه جدا ومختلفه، حطت الاساس الحقيقي لانظمه التدفئه الحديثه، وسجلت بيها براءه اختراع لنظام تدفئه مركزيه بيعمل بالغاز الطبيعي. ومن المرحله دي انظمه التدفئه بتدخل مرحله التطوير الحقيقي. وفي القرن العشرين ظهرت ليها انواع كتير، دفايات بالغاز وبالكيروسين وبالكهرباء وبالزيت، والتفكير نفسه اتغير واتطور. المعماري نفسه بقى بيسأل ازاي اوفر نظام تدفئه باقل طاقه، وازاي الدفا يخدم التصميم بشكل بسيط وعملي. وده اللي وصلنا للتقنيات اللي بنشوفها النهارده، لان التدفئه المركزيه الحديثه ما بقتش مجرد دفايات وخلاص، دي بقت نظام كامل عباره عن انابيب ميه دافيه او كابلات كهرباء بتتمد تحت الارضيات، توزع الحراره بشكل متساوي في البيت كله من غير ما نشوف او نحس بمصدرها. ومع دخول التكنولوجيا، التدفئه بقت متطوره اكتر من اي وقت فات، وظهرت السيرموستات الذكيه وانظمه التحكم عن بعد والاشعارات، فبتسخن الاوضه وقت الاستخدام بس، وتقلل التشغيل في الاوقات اللي ملهاش داعي. وكمان بقى في دمج بين انظمه التدفئه ومصادر الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه مثلا، والمضخات الحراريه اللي بتستفيد من فرق درجات الحراره بين جوه المكان وبره، او حتى من حراره الارض نفسها. ومع كل التطور ده لسه بنتفاجئ باختراعات تانية وحاجات متطوره اكتر واكتر، زي الدفايات الجميله دي مثلا من بانيو ديزاين. دفايه صغيره زي دي تشتغل بغاز البيوتان مثلا، ممكن تستخدمها جوه البيت او بره البيت. مميزاتها انها خفيفه، مش بتاخد مساحه، وممكن تحطها في اي مكان تشتغل معاك لحد 6 ساعات. او دفايه اكبر شويه زي اللي هنشوفها في الصور دلوقتي، دي ممكن تستخدم جوه البيت وبره البيت برضو، ودي بقى بتشتغل بغاز الايثانول ووزنها خفيف، تشتغل معاك لحد 8 ساعات متواصل. او دفايه بقى اكبر شويه زي الاباجوره دي بتشتغل بالكهرباء للاماكن الخارجيه، تدي لك اضاءه وشكل حلو، وفي نفس الوقت بتدفي المكان، وفيها كمان سماعه ممكن توصلها بالبلوتوث، كل ده في جهاز واحد. الدفايات دي بقى كلها صناعه ايطالي، مقاومه للميه والصدى، وعليها ضمان سنتين، وفي منها اشكال والوان كتير هتلاقوها كلها، وهتلاقوا حاجات تانية اكتر بكتير عند بانيو ديزاين. وكمان بنشوف اختراعات مثلا زي السان شاور، وده بقى هنا هنلاقي ان هو بيخلق لنا زي شمس تانية كده بتكون موجوده جوه البيت. ففكره السان شاور بسيطه جدا، جهاز بيطلع اشعه شبه اشعه الشمس، بيخلق نفس الاحساس تقريبا، دفى ونور. وده اتعمل عشان الناس اللي مش بتشوف الشمس كتير بسبب طبيعه شغلها او الطقس. ومع الوقت استخداماته اتوسعت، بقى في ناس كمان بتستخدمه عشان التان، وفي ناس بتستخدمه عشان نقص فيتامين دي، وناس تانية بتستخدمه عشان الدفى في السقعه. ومن هنا نفهم ان التدفئه الحديثه مرت بمراحل واكتشافات كبيره جدا بدات من الاف السنين، تجارب وافكار واختراعات، ولسه اكيد الموضوع هيتطور وهنشوف حاجات تانية في المستقبل. لكن دلوقتي بقى هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني في سكتش يومنا، استنونا. ورجعنا لكم من الفاصل مع فقره سكتش يومنا. معانا ومنورانا ضيفتنا الدايمه المهندسه المعماريه يمنى الغنيمي، اللي هتكمل الرحله اللي بدأناها مع بعض، وهي فن استغلال المساحات في البيت بطريقه عمليه. اهلا بيكي. اهلا بيك. قولي لنا بقى، لما بيجيلك فراغ كبير او مساحه كبيره بتقسميها ازاي او بتفكري فيها ازاي؟ ماشي، خلينا نشرح على مثال الاول. ده ريسبشن كان جاي لي في رساله، اللي بعتولي ما كانش عارف يفرشه ازاي. مشكلته ان هو مفتوح كله على بعضه ومفيش اي حاجه تقول لي ازاي اقدر ابدا منين. فده مثلا كانت مساحته 5.5 في 6.5. مشكلتي دايما في المساحات دي ان مفيش عندي حاجه اسمها السبيس ديفينيشن. ايه الحاجه اللي تبدا تقسم لي الفراغ لفراغات اصغر فتديني الامكانيه ان انا اعرف افرشها كويس. هنا مثلا ده كان مكان الشباك عندي في الريسبشن، فاوتوماتيك انت ما بتيجي تقول خلاص انا عندي هنا شباك، عندي هنا المدخل، فانا بقى اوتوماتيك عندي فراغين، عارف زي ايه دول المكانين اقدر افرشهم بيزد على الفتحات اللي موجوده عندي. تمام. طيب لو انا عندي الجزء ده انا بدخل على الفراغ الداخلي او الاوض بتاعتي من المدخل ده، فانا افضل ان يبقى عندي الشباك دي القاعده بتاعتي، والناحيه الثانيه قصادها كان المطلوب يبقى فيه سفره، فخلاص هي في الكورنر ده. طيب
الاول انا الناس بتكنسل فكره ان انا يبقى في عندي مدخل للبيت، فانا الاول عايزه احدد زون للمدخل. انا عندي حد بفتح الباب لايا كان اوردر ايا كان، دليفري او حاجه، فخلاص مش عايزه لما افتح له الباب البيت كله يتكشف معايا. بالظبط، بالذات لو انا هستغل المساحه دي لاهل البيت كمان يقعدوا فيها. طيب فاول حاجه بدات البارتيشن ده، اول حاجه فصلتها عني. طيب احدد نهايته ازاي؟ انا ممكن شديت من اللاين اللي بيدخلني على جوه ده خط، حددت دي اول مساحه عندي، فممكن افصل معاها حدود الانترنس بتاعي. لان انا لو انا مشيت على نفس اللاين ده، اللاين التاني هيتبقى لي مساحه صغيره قوي احط فيها الفرش بتاعي بتاع الليفينج، فلا انا عايزه استغل المساحه كلها للزون ده. طيب الجزء ده بقى هنفكر فيه بعدين ازاي نرد بيه على السبيس ديفينيشن بتاع الفراغ ده. فكده احنا بناء على ده احنا قفلنا اللاين بتاع المدخل، فانا خلاص من السيركيليشن بتاعتي عرفت مكانه هيبقى فين. كده من اول هنا انا اقدر بقى في جزء المدخل ده اقول والله انا عندي هدخل الاول، انا عايز اللي يدخل البيت ده زي زون فاصله شويه. فانا عندي ممكن ابدا اعمل ديزاين الكونسول بتاعي او كده. الاول احدد انا هدخل منين، فانا القاعده هنا فخلاص هدخل على الزون اللي فوق على طول، وابدا اشوف انا انسب مكان يبقى فيه الديزاين يبقى جنب الباب. ممكن استغل الجزء اللي قدامي ده اعمل فيه جزامه، فيبقى خلاص السبيس ده او كونسول او حاجه في المدخل بالظبط. وبناء عليها انا بشوف انا فتحت الفتحه فين، فانا ايه الفراغ اللي متبقي لي ابدا احط فيه السفره بتاعتي، ابدا احط البوفيه معاها، وخلاص انا عرفت الزون هبدا افرشه ازاي بناء على التقسيمه الاولانيه اللي انا عملتها لجزء المدخل ده. طيب نيجي بقى للجزء الثاني. طيب لو انا عندي بدخل من هنا، فانا اوتوماتيك انا الجزء ده اتخلق لي ان انا اقعد افرش فيه. طيب لو انا عندي مساحه التلفزيون فوق وانا المدخل فوق كده بص بقى فاضي، فانا تحس ان التلفزيون متشفت مش مظبوط. صح. فنقدر ساعتها نرد بالجزء اللي احنا طلعناه تحت للمدخل بجزء تاني فيه بارتيشن يخلق لنا ترابيزه التلفزيون. طيب المساحه بقت صغيره، لو احنا من بدري خالص احنا نقدر بسهوله نقدر نحرك ناخد الحيطه دي نكبر الاوضه اللي جوه، مساحه احنا اصلا ما بقيناش محتاجينها في الفراغ ده. طيب وبدا عملنا خلاص الفرش بتاعنا، اقدر اظبط ترابيزه التلفزيون يبقى عندي متسنتر في النص، خلاص انا عندي مساحه الحركه اللي بتوديني للشباك او البلكونه خلاص هي فاضيه تماما. ونقدر بقى نستغل الجزء بتاع البارتيشن ده بايا كان الديزاين اللي احنا عايزينه. طيب ده بيخلق لنا ايه؟ خلاص انا عندي سبيس ديفينيشن، انا اول ما بدخل انا اوتوماتيك انا شايفه سبيس ديفينيشن للفراغ ده، انا شايفه حدوده دي تخليني اعرف اعمل ديزاين للسيلينج بتاعه، السجاد بتاعه اللي بيبقى بيبص في السقف ما بيبقاش عايز يشوف انا الليل نجفتين مش متسنطرين مع بعض. هو اوتوماتيك عينه فصلت ان ده فراغ وده فراغ تاني. بقى عندي مساحات الحركه بتاعتي نظيفه والمدخل كمان. طيب البارتيشنز بقى اللي احنا خلقناها دي نقدر نعمل فيها ديزاينز مفتوحه مقفوله براحتنا. البرد اللي احنا فيه ده نقدر نحط فيها دفايات. كمان لو احنا مش عايزين الدنيا تبقى مكتمه وحاسس ان الدنيا قفلت معاك خالص، لا انت تقدر تنوع في شكل البارتيشنز اللي شغاله. ده مثلا جزء التلفزيون لو انا مش عايزاه كله يبقى مقفول واسد الديزاين، فانا اوريدي الجزء اللي في النص ده ممكن يسد لي رؤيه الفراغ اللي جوه وفي نفس الوقت يبقى استغله في دفايه. ده مثلا جزء المدخل، حاجه بسيطه خالص بس عملت لي الفصله بتاعت انا داخله على اهل البيت ولا انا داخله في مكان الاول ترانزيشنال زون كده ما بين جوه وبره. تقسيمه جميله جدا بصراحه، وكده فعلا عرفنا نقسم المكان الكبير ل3 اماكن بشكل منطقي وبطريقه تبقى كويسه بتريح اهل البيت وتساعدهم يفرشوا البيت بشكل افضل. بشكرك جدا يا باشمهندسه يمنى. نعم ان شاء الله المره الجايه دايما تبقي جايبه لنا افكار حلوه كده ان شاء الله. للاسف وصلنا لنهايه فقرتنا، وان شاء الله المره الجايه نوري لكم حاجات اكتر وطرق اكتر تفرشوا بيها البيت. دلوقتي بقى نروح لفاصل صغير ونرجع مع فقره 2 شاي. ورجعنا لكم مره تانية من الفاصل، ودلوقتي وصلنا لفقرتنا الاخيره 2 شاي. الفقره دي بقى احنا هنقعد فيها قاعده رايقه مع ضيفنا اللي مشرفنا باشمهندس محمد القاضي، رئيس مجلس اداره ايدجز هيتنج سيستم، واحد من ابرز الاسماء في مجال التدفئه، وطبعا يعني ملقب بطل العالم في المياه السخنه. بخبره كبيره جدا قدر من خلالها ان هو يوصل ويبني اسم كبير في ويعمل مكانه مميزه في السوق. ومعاه بقى النهارده هنتكلم عن انظمه التدفئه الحديثه واهم الانظمه المتطوره اللي بقت موجوده دلوقتي. نورنا يا باشمهندس. ربنا يخليك يا بهاء، متشكر جدا. في البدايه بقى قول لي 2 قهوه ولا 2 شاي؟ 2 شاي لو في الموقع و2 قهوه لو في المكتب. طب انت هتختار ايه؟ لازم تختار حاجه واحده. انا اختار 2 قهوه.
لان انا عارف انت بتقعد مع ديزاينرز كتير، أكيد. فاكيد اتاثرت بالموضوع أكيد. ده. قهوه واسبريسو وكل اللي نفسك فيه. تمام. طيب بالنسبه بقى تعالى نبدا الاول في القصه بتاعت الراديترز والفواتات والحاجات دي. انا عارف ان طبعا اغلب الحاجات اللي موجوده في السوق بتبقى يعني شكل او اتنين، بلون ابيض او اسود مثلا، ولا متهيألي حتى الاسود مش موجود. بالظبط. انتوا بقى عندكم بقى تشكيله كبيره قوي في الحته دي، وانا شفت حاجات كتير في ايطاليا لما شفت المصانع. تمام. فقول لي بقى انتوا بتلعبوا ازاي على فكره عنصر التدفئه ان هو يكون جزء من التصميم مع الديزاينرز؟ طيب احنا عنصر التدفئه هو عنصر اكسبوزد، بيبقى راكب بره الحيطه. فالعنصر ده لازم يتوظف فيما لا يتعارض مع الديزاين، ولازم يبقى جزء من الهارموني بتاعه الديزاين. احنا لما ابتدينا في 2012 كان السوق ده كله بيبيع دفايه واحده مقاس واحد لونها ابيض، وفواطه في منها مقاسين، في منها لونين ابيض وكروم. فمش معقوله بند مهم زي ده هيبقى راكب على الحيطه ما يبقاش فيه فرايتي، ما يبقاش فيه سelection. طب وروا لنا بقى الحاجات الجميله بتاعت ايدجز فابتدينا دفات ان احنا ندور على موديلات جديده وعلى اشكال جديده. بص دي دفايه وعلى ازاي ألوان. دي؟ دي دفايه ديكور سنجل اليمنت، هي بتيجي تتحط زي ما انت شايف، بتدي الفانكشن، بس في نفس الوقت ممكن انت كديزاينر تعول عليها ان هي تشغل حيز من الفيجوال او تديك امباكت له علاقه بالديزاين بشكل معين. اللي احنا نجحنا بقى ان احنا نعمله ديورنج ال 17 18 سنه اللي احنا اشتغلناهم، ان احنا نبني بورتفوليو من البرودكتس فيما يتماشى مع كل الاذواق. يعني النهارده وانا قاعد مع اي مهندس ديكور، عندنا مشروع سكني بنذاكره، بنبتدي مع بعض نعمل سيلكشن للايتمز اللي هتركب بيزد على الديزاين اللي معمول، ونبتدي نوظف الديزاينز دي والاليمنتس دي جوه اللوح وجوه الريندرز وجوه ال 3 ديز وهي لسه المشروع بيطلع. فبتلاقي كل ايتم متوظف في مكانه بمقاسه بلونه في هارموني مع الديزاين. يعني انت ممكن تلاقي الحمام ما فيهوش تفاصيل ليها علاقه بالديكور، بس هو محطوط فيه فواطه شكلها حلو قوي. لا ما انا شايف الحاجات ما شاء الله شكلها جميله جدا. دي حاجات بقى كلها يعني ديزاين راديترز. دي بقى من الحاجات اللي بتدينا احنا ايدج على بقيه الديزاينز دي بقى ايطالي ولا تركي؟ ايطالي طبعا. ايطالي كلها طبعا. جميله قوي. والالوان يعني احنا النهارده وصلنا ان احنا بقى نقدر نكستمايز اللون بيزد على الديزاين. يعني انا بعمل بيت مع بهاء، عايز 3 من درجه اللون ده، وعايز 4 من درجه اللون ده، وعايز 2 من درجه اللون ده. المشروع ده بيخش برودكشن باللون، بيجي على باليت عليها اسم المشروع، ريدي ان احنا نديليفر وانس ان المشروع خلص. فاحنا بنسكيل في الحته دي بطريقه مختلفه شويه. احنا مش بتوع الشغل التقليدي ومش بتوع الشغل يعني اللي هو الشعبي او لا، احنا بتوع السبيشال اليمنت بسبيشال ديزاين بسبيشال كولر باليت بسبيشال تكتشرز. يعني احنا كمان في عندنا انواع دهانات بتبقى مختلفه شويه عن الرول والحاجات دي. يعني حاجات بتلاقيها مديه شكل جلد شويه، مديه تكتشر محبب شويه، اللون مط. ما الحاجات اللي الديزاينرز بيحبوها، وانت عشان كده اكيد الديزاينرز بيحبوا يشتغلوا معاك على طول. جدا. وانا ببقى سعيد جدا لما بخلص مشروع مع ديزاينر والاليمنت دي تتحط وتبقى متوظفه فعلا بالمقاس، بالاكسسوري نفس لون الدفايه، المحبس جاي بنفس لون. يعني في عندنا تفاصيل كتير في البند ما ياخدش باله منها غير الديزاينر الا حد ديزاينر وحد متخصص. متخصص قوي. احكي لنا بقى ايه الجديد في انظمه الغاز الطبيعي؟ بص، هو احنا التكنولوجيا بتتطور في كل المجالات بما فيها الغلايات. يعني زي ما بقى عندنا السيستمز بتاعت الانفرتر اللي هي بتوفر في الكهرباء مثلا في الاتش فاك، بقى عندنا انظمه برضو بتوفر في الغاز مع الغلايات. احنا زي ما قلت لك، احنا اللي بيميزنا ان احنا مش بنشتغل ايتم واحد. يعني احنا لما بيبقى عندنا برودكت بيبقى عندنا رينج. فاحنا مثلا على ليفل البويلرز عندنا البويلرز اللي هي التراديشنال اللي هي العاديه، وعندنا تكنولوجيا تانية من البويلرز اللي هي الكوندنسنج، ودي الحاجات اللي هي الموفرة للطاقة، بتاخد جزء من العادم اللي بيطلع من الحرق يرجع يخش تاني على الأوضة بتاعة الحرق عشان يقلل الاستهلاك بتاع الغاز. الأنظمة دي يعني مع إنها موفرة للطاقة إلا إنها كمان سمارت.
بمعنى ان انت ممكن يبقى فيه ديفايس وايرلس كونكتد على الواي فاي راكب جوه البيت، تقدر تكنترول منه الفانكشنز بتاعه الغلايه من جوه البيت. يعني مش لازم تنزل حلو قوي. تحت ان انت تادجست الغلايه من الغلايه الموبايل نفسها، كل حاجه وانا قاعد في من مكاني. الموبايل او من الديفايس الوايرلس اللي راكب اللي هو شبه الروم ثيرموستات اللي بيبقى جوه جوه الاوضه. فانا زي ما بقول لك احنا بقينا بنعمل زي الكونفيجريتور. يعني احنا لما بيجي لنا المشروع احنا بنذاكر المشروع كويس قوي، بنحسب الاحمال الحراريه، بنطلع الموديلات اللي احنا هنشتغل عليها، وبنبتدي نكونفيجر السيستم مع بعضيه. الموضوع ده مش بس في الغلايات، الموضوع ده كمان في المانيفولد، الموضوع ده كمان في المواسير. فاحنا عندنا different specs بديفرنت برايس بوينت لكل مشروع على حده. يعني انا مش كل المشاريع بطلعها شبه بعض. يعني انا ممكن اجي في مشروع اخد الغلايات الكوندنسنج بس اخد دفايات من العاديه، ممكن اخد الهاي اند في الراديترز بس باجي في الغلايه اشتغل غلايات تراديشنال. احنا بنكونفيجر بيزد على تقدم احسن سوليوشن للكلاينت. احنا نقدر نقول احسن فاليو فور ماني. بالظبط. يعني هي دي المعادله اللي احنا دايما بنسعى ان احنا نحققها. احنا دايما بتلاقينا في الحته بتاعه الشبكات اللي هي ليها علاقه بالبايبس بالمانيفولد بالتاسيس عموما. دي حته احنا ما عندناش فيها لا تراجع ولا استسلام، دي ما فيهاش هزار، دي الغلطه فيها بفوره. ممكن بعد كده ناخد حاجات بقى في المتناول، ناخد حاجات في البرايس بوينتس اللي هي العاديه، انما احنا في تراشولد كده معين احنا ما بنقدرش او ما بنتنازلش ان احنا نشتغل تحتيه. يعني اقدر اقول مثلا ان هو يعتبر غالي، ولا التوفير اللي بيعمله لي نظام الكوندنسنج هيبقى يعتبر هيعوض فرق التكلفه اللي هدفعها دلوقتي، ولا ايه؟ انا ما اعرفش هتصدقني لو قلت لك ان فرق التكلفه مش الفرق المخيف. يعني احنا بنتكلم ما بين الكوندنسنج والعادي الفرق مش كبير. والعادي احنا بنتكلم في اولموست 15% فرق. اوكي. بس على اللونج ران انت بتسيف اكتر جدا. من 40% من استهلاكاتك في الغاز. فطبعا ده حاجه يعني لما بتعرض الفكره على المهندس او بتعرض الفكره على الاونر صاحب البيت، اوتوماتيك هو بيروح للاوبشن ده. احنا يعني بطبيعه الناس اللي احنا بنعمل لهم بيوت هي ناس كلها مثقفه وناس كلها متعلمه، والديزاينرز اللي احنا بنشتغل معاهم برضو بيحاولوا دايما ان هو يبروفايد العميل بالاب تو ديت تكنولوجي. وده اللي بيدينا احنا بقى الايدج. يعني انت لو جيت بصيت على اللاين بتاع الكوندنسنج احنا ما عندناش فيه طراز واحد، احنا عندنا فيه تقريبا 3 طرازات غير اللاين اللي هو بتاع الغلايات التقليديه اللي عندنا فيه 4 طرازات بالساعات الحراريه بتاعتها. فدايما انت لما بتطرح الفكره بتلاقي الفكره دي واخده اكسبتنس من الكلاينت ومن المهندس. انا عارف ان ده كمان ده اكيد اللي بيفرق بقى ما بينكم وبين الشركات الكبيره عن الناس اللي يمكن تكون لسه بتبدا في الموضوع ده، او الشركات الصغيره. يعني والله هو الناس بتحاول تجتهد ان كل واحد يعني يدلي بداله، بس احنا زي ما قلت لك احنا في ليفل معين احنا ما بننزلوش. يعني انا عمري هو الموضوع بصراحه بقى صعب. انا عمري ما ادخل الموضوع بصراحه كل البنود بقى فيه دخلاء عليها داخلين، وعمرنا ما ندخل كومبوننت لو كواليتي، وعمرنا ما نجيب بضاعه صيني. دي البيج بتاعتكم وبتاعت الانستجرام، دي الصفحه بتاعتنا على انستجرام عليها جزء طبعا كبير جدا من شغلنا، ودي حاجه احنا بنتشرف فيها. يعني على ليفل المشاريع اللي احنا بنعملها، انا كل مشروع بالنسبه لي هو كيس مختلف. بتاخد سيكشن محترم جدا، العزل بتاعه عالي جدا، الهيت ترانسفير بتاعه عالي جدا، فالكفاءه بتاعت السيستم بتبقى عاليه جدا. النقطه الاهم من كده ان انت لما بتقفل الشغل وتركب الارضيات انت ما بيبقاش عندك مشكله بعد كده. انا زي ما قلت لك احنا الشطاره في البند ده مش ان انت تعمل البند، الشطاره في البند ان انت تشغل البند وان انت تصين البند. وان انت البيت اللي انت عملته ده يشتغل 20 سنه و30 سنه و40 سنه ما يبقاش فيه اي نوع من انواع المشاكل. لا ارضيات تعمل كراكس، ولا ارضيات اللحامات بتاعتها تفك، ولا خشب يحصل فيه مشكله. يعني كل الكلام ده في ناس كتير ما عدتش فيه من اللي بيشتغلوا الشغلانه. يعني في مشاكل كتير احنا اتفرجنا عليها زمان ولقينا المشاكل دي ليها حلول وابتدينا نحل هذه المشاكل. النهارده في ناس كتير ما وصلتش لليفل ان هو يتفرج على المشكله دي. هو لسه ما شافهاش، بس لما يشوفها
يعني هيقف يفكر حبه حلوين. هنا بقى ده عنصر الخبره بقى. انت أيوة عملت بقى أيوة كام مشروع، أيوة واجهك كام مشكله، الايتمز اللي انت بتركبها دي، الكونفيجريشن اللي انت أيوة بتعمله ده أيوة. هيديليفر اللي انت محتاجه ولا لا. لان في ناس بتعمل مشاريع والمشاريع ما بتدفعش. ايوه فاهم. لا ما هي اكيد الخبره بتفرق، بتبقى عليها عامل كبير جدا في طبعا. الموضوع ده. انا للاسف وقتنا خلص. انا مبسوط جدا انا اتشرفت بيك بالانترفيو ده، وبجد يعني معلومات جميله، وان شاء الله كمان ربنا. الناس تستفيد منه. ربنا يخليك. نورتنا يا باشمهندس، واتمنى لك التوفيق دايما ودايما مكسر الدنيا. ربنا يخليك. بطل العالم في المايه السخنه. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي. متشكر جدا. وطبعا مستنيين اسئلتكم تبعتوها لنا على صفحه البرنامج اللي ظاهره قدامكم على الشاشه دلوقتي. وبكده تكون رحلتكم النهارده خلصت مع المعمارجي، واستنونا الاسبوع اللي جاي في رحله جديده. سلام.